سمو الأميرة فيروز، انتي لسه نايمة يا سمو الأميرة؟ يلا اصحي. يا عفاف، أنا قلتلك مليون مرة ما تصحينيش من النوم، سيبيني نايمة. يا سمو الأميرة، انتي ناسية ان الأميرة سوزان بنت عمك والأميرة نور بنت عمتك هيجوا النهاردة، زمانهم على وصول، لازم تكوني في استقبالهم. أنا عايز القصر كله يكون في استعداد لاستقبال الأميرات، مش عايز أي غلطة. فين الأميرة فيروز؟ أنا مش شايفها، هي لسه نايمة ولا إيه؟ قومي بسرعة يا مولاتي الأميرة، جلالة الملك بره وبيسأل عليكي. يا خبر، بابا الملك بيسأل عليا. طيب أما أقوم بسرعة. ألبس إيه؟ بقولك إيه يا عفاف، طلعيلي أي لبس. حاضر يا سمو الأميرة. ايه رأيك في الطقم ده؟ لا مش عاجبني. طيب ايه رأيك في ده؟ يوه برضه مش عاجبني. طيب ده حلو قوي يا سمو الأميرة. مش عاجبني، ده قديم ومش حلو. يا سمو الأميرة، اللبس ده كله جديد وانت اللي مختاره بنفسك. ده مش حلو يا عفاف، انت هتعدلي على كلامي؟ انت تفهمي ايه في اللبس الجديد والقديم؟ ماشي يا سمو الأميرة، أنا غلطانة. خلاص انزلي بقى بالبيجامة. هي الأميرة فيروز فين؟ أنا عايزها حالا دلوقتي. يا سمو الأميرة، مولاي الملك بره، هو بيقول عايز الأميرة فيروز حالا. ايوه سمعته. طيب انا هلبس اي حاجه واطلع اشوفه. صباح الخير يا بابا الملك. صباح الخير يا فيروز، اقعدي افطري. ألو، أيوة. معلش يا جلالة الملك، احنا هنتأخر شوية. الأميرات حبوا يرتاحوا في الاستراحة عشان الطريق طويل، هنتأخر. حبيت أبلغك عشان ما تقلقش. تمام يا سعد، خد بالك منهم أهم حاجة. أوامرك يا مولاي الملك. في ايه يا بابا الملك، حصل حاجه؟ السواق بيقول إن الأميرات عايزين يستريحوا شوية في الاستراحة وهيتأخروا. الحمد لله، احسن حاجه ان هم هيتاخروا اما اخرج انا وعفاف بعد الفطار. اصحابي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يلا وانتوا بتتفرجوا كده انزلوا تحت الفيديو اعملوا لايك، واللي مش مشترك يشترك في القناه، واكتبوا لي كومنت حلو وقولوا لي رايكم في الفيديو. بحبكم يا اغلى متابعين في الدنيا. عفاف، يا عفاف، تأمريني يا سمو الأميرة. تعالي معايا يا عفاف، هنروح مشوار. هنروح فين يا أميرة فيروز؟ هنروح الاتيليه، هشوف الخياطه اللي هناك عشان تعمل لي فستان في نص ساعه. ازاي بس يا أميرة فيروز؟ ده أقل حاجة الفستان هياخد يوم. والله بقى تتصرف، مش مشكلتي، ده شغلها. يلا تعالي معايا. بتعملي كل ده وانت لسه أميرة مفروسة صغيرة، أمال لما تكبري بقى هتعملي فينا ايه؟ يلا أكل العيش بقى، هستحمل غرورها وتكبرها، أمر لله. اهلا وسهلا سمو الاميره، شرفتي الاتيليه المتواضع بتاعي. خلاص يا سمر، هو انت كل مره هتقولي الكلام ده؟ انا اسفه يا سمو الاميره لو كلامي ضايقك. خلاص ركزي معايا، انا عايزاكي تعملي لي فستان دلوقتي حالا، انا عايزاه ضروري دلوقتي. ازاي يا سمو الاميره؟ صعب جدا، انا لو هشتغل عليه دلوقتي مش هيخلص غير بالليل، صعب قوي. اتصرفي يا سمر، هديكي المبلغ اللي تطلبيه. مستحيل يا سمو الاميره. شكرا ليكي يا سمر، الفستان طلع تحفة عليا جدا، بجد مش عارفة أقولك إيه. تتهني بالفستان، أنا مبسوطة إنه عجبك. واو، الفستان ده عجبني أنا كمان. سمر، أنا عايزة الفستان ده، أنا هاخده. للأسف يا سمو الأميرة، ده فستان وصاحبته لابساه أهي، وكانت منتظرة يخلص، وهي خلاص استلمته ومظبوط عليها جدا. والله مش مشكلتي، يلا خليها تديهولي، أنا هاخد الفستان ده وأنا ماشية. إيه ده؟ هو أنت عايزة تاخدي الفستان بتاعي؟ ازاي بس يا سمو الأميرة؟ ده فستانها. ايوه طبعا هاخده، الفستان عجبني. ازاي يعني تاخديه؟ انا لفيت كتير عشان الاقي القماش ده واستنيت سمر اما خلصته. عايزه تاخدي انت بقى الفستان كده على جاهز؟ لا طبعا، هدفعلك المبلغ اللي انت عايزاه واخد الفستان. معلش بقى يا يارا، دي سمو الاميره، وهي يعني اما سمو الاميره تاخد حاجه مش من حقها وحاجه غيرها يبقى ده عدل يعني؟ المفروض ان انت الاميره تكوني اكتر واحده بتدافعي عن العدل. بقولك ايه، الشعارات والكلام الفاضي ده خليه لنفسك، انا هاخد الفستان. بس يا أميرة، انت عايزة تلبسي فستان في حد لبسه قبلك؟ ده مش حاجة تليق بمقامك خالص، وبعدين ده فستان عادي يعني مش واو، يروح فين جنب فساتينك الجديدة الحلوة؟
وكمان انت بتلبسي فساتين من اغلى القماشات، ودي قماشة عادية يعني. أيوة يا سمو الأميرة، أنا دايما بعملك فستان من قماش مميز وغالي جدا. عندك حق في كلامك يا عفاف، بس برضو هاخد الفستان، يعني هاخده. يلا خدي الفلوس وهاتي الفستان. معلش يا بنتي، حكم القوي، دي أميرة مفترية. خدي الفلوس وخلي سمر تعملك فستان أحلى منه، وانت ذوقك حلو أصلا. أنا متشكرة لكلامك، انت طيبة قوي. معلش يا يارا، أنا هعملك فستان أحسن منه. ايه ده؟ هو انتوا لسه هتتحايلوا عليها؟ يلا يلا هاتي الفستان، أنا لسه ورايا حاجات كتير. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. يلا يا سمر اديني الفستان. اتفضلي يا سمو الأميرة. يلا خدي الفستان يا عفاف وتعالي على العربية. كنت فين يا أميرة فيروز؟ الأميرات قربوا يوصلوا. كنت بشتري فستان جديد يا بابا الملك، هطلع ألبس الفستان وأكون جاهزة. هاتي الفستان وتعالي يا عفاف. واو، الفستان حلو عليا، الفستان يجنن عليا، مش كده يا عفاف؟ أيوة يا سمو الأميرة، هو حلو عليكي، بس ما كانش برضه ينفع تاخديه بالطريقة دي. ايه يا عفاف، انت هتديني محاضرة ولا ايه؟ يلا عشان انزل استنى الأميرات تحت. هو أنا مخنوقة كده ليه ومتضايقة؟ أكيد عشان مش بحب سوزان ولا نور وبستحملهم بالعافية. يلا هعدي اليومين دول على خير وبهدوء عشان خاطر بابا الملك ما يزعلش مني. ازيك يا خالو الملك؟ ازيك يا عمو الملك؟ أهلا أهلا أميراتي الحلوين، وحشتوني. وحضرتك وحشتني جدا يا عمو الملك. وحشتني جدا يا خالو. نورتوا القصر يا حبايبي. هي فيروز فين؟ نازلة حالا. مش عارفة برضو ليه زهقانة قوي كده. أهلا أهلا يا نور، أهلا يا سوزان. ازيك يا فيروز؟ ايه ده يا فيروز، هو احنا كل ما نسيبك بتحلوي أكتر ولا ايه؟ دي عينك هي اللي حلوة يا نور. طب يلا يا بنات اطلعوا على أوضكم عشان ترتاحوا، وأنا هخلي الخدم يطلعوا الشنط فوق. أكيد طبعا انتوا تعبانين من السفر ومحتاجين ترتاحوا، يا ريت تفضلوا مرتاحين طول اليوم عشان بكرة تبقوا فايقين. أنا هنادي العفاف توصلكم أوضتكم. يا عفاف، عفاف، نعم يا سمو الأميرة. خدي الأميرة نور والأميرة سوزان وصليهم أوضهم. حاضر، اتفضلوا معايا يا أميرات. اطلعي فوق مع الأميرات يا فيروز. ليه كده بس يا بابا الملك؟ ده أنا ما صدقت هرتاح منهم، ممكن يناموا طول اليوم لحد بكرة. حاضر يا بابا الملك، طبعا طبعا مش هسيبهم. اتفضلي يا سمو الأميرة نور، دي الأوضة بتاعتك. اتفضلي يا سمو الأميرة سوزان، دي الأوضة بتاعتك. كان لازم يعني يا بابا الملك تصمم إن هم يجوا يقضوا معانا يومين؟ ايه الفستان الحلو ده يا فيروز؟ ده من احلى الفساتين اللي انت لبستيها. ده حلو قوي، انت شارياه منين يا فيروز عشان نشتري زيه؟ انتوا بتهزروا ولا ايه؟ هو انتوا فاكريني بلبس اي فستان؟ الفستان ده بيجي مخصوص، القماش بتاعه من الهند ومعمول مخصوص عشاني، والتصميم بتاعه بيتعمل مرة واحدة بس، يعني مش هتلاقوا زيه طبعا. طبعا، ما انت بنت الملك بقى، لازم يتعمل لك كل حاجة. بصراحة بابا الملك مش بيعارضني في أي حاجة، أنا بنته الوحيدة وبيعمل كل حاجة عشاني. طيب ما هو أنا بنت أخوه وأنا بنت أخته، المفروض بقى يكلم الأتيليه ده يعمل لنا إحنا كمان فساتين مخصوصة. أكيد أكيد. يلا بقى يا بنات، أسيبكم ترتاحوا شوية وبعد كده نبقى نكمل كلامنا. أنا كمان هروح أوضتي يا نور، هرتاح شوية ونبقى نكمل كلامنا. أنا مضطرة أمثل إن أنا بحبهم وأنا مخنوقة منهم. أوف. ما تزعليش نفسك يا يارا، سمر هتعملك فستان أحلى وأجمل منه. يا ماما، هو في كده حد ياخد حاجة مش من حقه؟ احنا على طول بنسمع عن أخلاق الملوك والأمراء، إن هم كويسين وبيبقوا طيبين. ده مش أسلوب أميرة خالص يا ماما، ولا تربية أصول، دي مفترية جدا.
هي هتذلنا يعني عشان هي أميرة؟ ما تضايقيش نفسك بقى يا حبيبتي، خلاص. خلاص يا ماما، حسبي الله ونعم الوكيل فيها. إن شاء الله مش هتتبسط بالفستان أبدا وهتبقى متضايقة منه. يعني برضو خرجت قعدت في الجنينة ولسه متضايقة وزهقانة ومخنوقة. هو أنا مش بحب نور وسوزان وبتضايق منهم، بس مش لدرجة إن أنا أبقى زهقانة كل ده. أما أقوم أتمشى شوية. الجو حلو قوي والهوا جميل. طيب في إيه بس؟ ليه أنا زهقانة كده؟ يا على صوت زقزقة العصافير. امشي من هنا بدل ما اجيب الحراس يحبسوكي. مش هسامحك أبدا أبدا. ما تسامحنيش ومش عايزة اشوفك. لا، انتوا عايزين مني ايه؟ ابعدوا ابعدوا عن هنا. إحنا عايزينك تعالي معانا يا أميرة. ما تقربوش مني، ابعدوا عني ابعدوا عني. لا، سيبوني، انا عايزة اعيش، سيبوني. ابعدوا عني ابعدوا عني. لا لا لا، سيبوني، انا عايزة اعيش. في ايه بس يا أميرة فيروز، مالك؟ ما انت عايشة اهو مطلعة عينينا. انا نمت وانا قاعدة يا عفاف وكنت بحلم حلم، ده كابوس. انا خايفة قوي. خير يا أميرة، دي كلها احلام. هو انت ما بتفهميش؟ بقولك كابوس وحش تقولي لي خير. يلا روحي خليهم يحضروا لي حاجة اشربها. حاضر يا أميرة. يا ريتني ما كنت نمت. اتفضلي يا أميرة، عصير ليمون حلو يهدي أعصابك. ممكن بقى تحكي لي الحلم اللي كان مضايقك؟ قصدك الكابوس؟ حلمت بالبنت صاحبة الفستان بتبصلي وبتعيط. زعقت لها ومشيت، وبعدها لقيت وحوش بتجري ورايا، وقعت على الأرض. طبعا من عمايلك السودة، وكمان ذنب البنت المسكينة اللي قهرتيها على الفستان بتاعها واخدتيه منها. بتقولي حاجة يا عفاف؟ لا أبدا، مش بقول حاجة يا سمو الأميرة، بفكر في الحلم، قصدي الكابوس. قوليلي بقى يا عفاف، الحلم وحش ولا إيه؟ لا خالص يا أميرة، ده عشان انت طيبة بس وقلبك أبيض. أيوة عندك حق، أنا طيبة وقلبي أبيض. هي جاية في الحلم وزعلانة ليه؟ كفاية أنا دفعت لها فلوس أكتر من فلوس الفستان، هعمل لها إيه يعني؟ مش عارفة هي جاية بتعيط في الحلم ليه؟ دي المفروض تحس بالإنجاز والفخر إن أنا هلبس فستانها. عندك حق يا سمو الأميرة، بعد إذنك. قولي لنا بقى يا أميرة فيروز، عاملة إيه في حياتك؟ عادي يعني يا سوزان، هعمل إيه؟ أميرة بقى، حياتي كلها حلوة زي ما انت شايفة، ودايما مشغولة. الله يكون في عونك، أكيد بتعملي أعمال خيرية كتير طول الوقت. طبعا أنا طول الوقت بروح أزور الجمعيات الخيرية وأساعد كل الناس. أعمال خيرية إيه بس؟ ده انت بتاكلي حقوق الناس. أتمنى تكونوا مبسوطين يا أميرات وانتوا قاعدين معايا هنا. طبعا يا خالو الملك، احنا مبسوطين جدا ولسه هننبسط أكتر كمان. ايه رأيكم بقى؟ أنا محضر لكم مفاجأة حلوة. أنا عامل لكم حفلة حلوة قوي هتعجبكم، وهيكون فيها فقرات كتير. يا سلام بقى يا بابا الملك، عامل الحفلة الحلوة دي عشان مين؟ عشان نور وسوزان؟ ده انت بتحبهم قوي بقى. طبعا يا حبيبتي، دول أميرات ولاد إخواتي. أنا عايزكم بقى تجهزوا للحفلة. حاضر يا بابا الملك. أخبار الفستان إيه؟ الفستان خلص وبقى جاهز، يلا ادخلي قيسيه. بجد؟ إيه المفاجأة دي يا سمر؟ أما أدخل أقيسه. واو، الفستان جميل قوي، شكرا ليكي يا سمر. أنا عايزاكي بقى تلبسي وتجهزي. ألبس وأجهز؟ في حفلة حلوة في بيت الملك، عامل حفلة وعازم كل بنات المملكة، وانتي لازم تحضري. لا بلاش، بدل الأميرة فيروز ما تشوفني وتأذيني. لا ما تخافيش، مش هتعملك حاجة. هي فين فيروز؟ وفين سوزان؟ شفتي بقى قد ايه الحفلة حلوة وكان لازم تحضري عشان تبستي؟ إيه ده؟ فيروز واقفة هناك أهي. فيروز؟ هو أنتي مش فيروز؟ أنتي إزاي لابسة الفستان ده؟ ده فستان فيروز. لا ده فستاني أنا. غريبة قوي. طيب انتي هنا يا فيروز وانا بدور عليكي. تخيلي يا فيروز، لقيت واحده لابسه نفس فستانك. هي كمان شارياه من الهند ولا ايه؟ احنا لازم نشتري من الهند احنا كمان. واحده لابسه نفس فستاني؟ مستحيل تحصل طبعا. لا حصل، تعالي بقى معايا وانا اوريهولك.
انت ايه اللي جابك هنا؟ انت عايزه تفضحيني ولا ايه؟ امشي اطلعي بره. ما يصحش كده يا اميره فيروز. الملك عمل الحفله دي وعزم كل بنات المملكه، وكان لازم احضر طبعا بفستاني. بقولك اطلعي بره او تغيري الفستان ده. يا مولاي الملك، الأميرة فيروز بتتخانق مع بنت من المملكة وعايزة تطردها بره القصر. معقول فيروز عملت كده؟ هي فين يا عفاف؟ في الجنينة يا جلالة الملك. طيب أنا هتصرف. فيروز إيه اللي بيحصل ده؟ شايف يا بابا الملك؟ لابسه فستان زي فستاني بالظبط وجايه بيه الحفله عشان تضايقني، عايزه تعمل نفسها الاميره. يا جلاله الملك ده فستاني اصلا، وهي اخدته مني غصب عني من غير ما اكون موافقه. كنت عاملاه عند الخياطه وهي كانت عايزه تاخده تحضر بيه الحفله، لقيتني لابساه اخدته مني، والخياطه عملت لي واحد تاني زيه بالظبط عشان ما اكونش زعلانه، وجيت بيه الحفله. الكلام ده حقيقي يا فيروز؟ لا يا بابا الملك، دي بتكذب. لا يا جلاله الملك، يارا مش بتكذب، الكلام ده فعلا حصل. انا عملت الفستان ليارا وهي صممت تاخد الفستان، واضطريت اعمل لها واحد تاني بسرعه. انت ازاي يا فيروز تعملي حاجه زي كده؟ انت المفروض اميره، وانت اللي تدوري على حقوق الناس مش تاخديها. تطلعي حالا تغيري الفستان ده واعتذري لصاحبه الفستان. معلش يا بنتي ما تزعليش، انا هعوضك عن اللي عملته فيروز. اطلبي اللي انت عايزاه وانا هنفذهولك. شكرا يا جلاله الملك. حلو الفستان اللي من الهند ده يا فيروز.